في القصص اللي ما بتتنسيش، في الحكايات اللي محدش بيحب يحكيها، في ناس مهنتهم تخليك تسأل إزاي بتنام بالليل. في مصر، في الصعيد بالذات، في مهنة قديمة جدا، ناس شايفينها عادية وناس خايفين منها. سواق الموتى، الراجل اللي بيقف على باب العزا بيقولك أنا اللي هوديه، واللي بيركب العربية مش بيرجع. دي مش قصتي، دي قصة حد أعرفه وحكاها لي في ليلة ما كنتش المفروض أسمعها فيها. كرم، اسمه كرم، سواق عربية نقل موتى، عنده 47 سنة، وشه مجعد من التعب، إيده غليظة وساكت، سكوت يخوف. بيشتغل من 20 سنة، نقل جثث من البيوت للمقابر، من المستشفيات للمشرحة، أحيانا من مكان الحادث لأي حتة. كرم مش بيخاف من الموتى، ده كلامه، بيقول الميت أهدى من الحي. بس في 2018 في ليلة شتوية الدنيا مطر، كرم غير رأيه. اتصلوا بيه من مستشفى قريب، قالوا له في جثة محتاجين تنقلوها، قرية بعيدة في الصعيد، الطريق وعر. كرم كان ممكن يرفض، لكن الفلوس كانت كويسة والموت ما بيستناش. الساعة 11 بالليل كرم وقف قدام المستشفى، العربية القديمة بتاعته بيضة، من جوه ريحة فورمالين وتراب، ريحة لا بتطلع ولا بتتنسي. استلم الجثة، تابوت بسيط، خشب رفيع مكتوب عليه اسم الراجل المتوفى. كرم رفع التابوت لوحده، حطه في الخلف، قفل الباب الحديدي ودعس بنزين. الطريق مظلم، مفيش نور، مفيش عربيات تانية، وكرم بيحب الصمت. بس في الليلة دي الصمت ما كانش طبيعي. الراديو كان فاصل، الساعة كانت واقفة، حتى صوت الموتور بقى واطي قوي، كأن العربية ماشية على غبار مش على أسفلت. كرم بص في المراية، التابوت مكانه، بص تاني، برضه مكانه. بس حاجة غريبة، الغيم اللي كان في السما اختفى فجأة والقمر طلع أحمر. كرم كمل ساعة ومفيش حاجة حصلت. فجأة سمع صوت، مش من الراديو، مش من العربية، الصوت من وراه، من صندوق التابوت. تك تك. كرم افتكر انه بيتوهم، بس الصوت اتكرر أقوى شوية. وقف العربية على جنب الطريق، نزل، ريحة الموت زادت، فتح الباب الحديدي من ورا، التابوت ساكن، قرب منه، حط ودنه على الخشب، صمت. وبعدين سمع تنفس، تنفس تقيل زي اللي عنده مرض في صدره. كرم ارتجف، دي أول مرة يرتجف فيها في 20 سنة. قال في نفسه مستحيل، الراجل ميت من النهاردة الصبح، أنا استلمته من المستشفى بنفسي. لكن التنفس مستمر. كرم مسك مسمار التابوت، شده، والخشب اتفتح شوية. فضل يشد لغاية ما قدر يشوف جوه التابوت مفيش جثة، في مكانها دمية، دمية قديمة، عيونها مفتوحة وبتتنفس. كرم قفل التابوت بسرعة، جري على العربية، قفل الباب من جوه، وعينه في المراية شاف حاجة، حركة. التابوت بيتحرك لوحده، بيتخبط في الحديد. كرم حط العربية على الحركة، دعس بنزين، العربية ما اتحركتش، دعس تاني، العربية فضلت واقفة. التابوت فضل يتحرك، أقوى أقوى أقوى. فجأة سكت، صمت تام. كرم مش قادر يتنفس، شاف في المراية إن الباب الحديدي مفتوح والتابوت فاضي. وفجأة حاجة دقت على الزجاج من وراه، تك تك. كرم ما قدرش يلف، ما قدرش يتحرك، فضل ساكن لغاية ما الفجر جه. الفجر، نور، العربية واقفة في نص الطريق، الناس اللي عدت لقت كرم ساكن،
مش بيتحرك، عينه مفتوحة على الآخر، على المراية. اللي فتحوا الباب العربية لقوا كرم بيتنفس بس مش قادر يتكلم. من اليوم ده كرم ساب الشغل، ما بقاش حد يشوفه ولا حد يعرف هو فين. اللي سألوه ايه اللي حصل في الليلة دي، كرم بيفضل ساكت وعينه بتدمع. في بعض الحكايات الرعب مش في الجثة، الرعب إن الجثة تكون لسه بتتنفس. دي مش قصتي، دي قصة حد أعرفه وحكاها لي في ليلة مطر وقت ما كنت بفكر أشتغل سواق موتى. الحمد لله إني غيرت الحاجة بقت رأيي. ورا كرم. مفيش هروب.